الاهلي ممثل مصر في كاس العالم للانديه 2025، بس في ناس تانية ليهم راي تاني. الاول اعمل لي متابعه ولايك وشير الفيديو عشان نوصل لكل جمهور النادي الاهلي، واي حاجه تيجي من ريحه الحبايب. السلام عليكم. وجود النادي الاهلي ممثلا للكره المصريه في بطوله كاس العالم للانديه بثوبها الجديد 2025 عامل ازمه لبعض الناس. تعال نشوف كده ايمن عبد العزيز رايه ايه. هل ممكن كابتن ايمن شجع الاهلي في كاس العالم للانديه؟ لا طبعا. ليه؟ عشان انا زملكاوي، آه. طول عمري زملكاوي، فالنادي الاهلي بيمثل النادي الاهلي. من غير زعل يعني. لا طبعا من غير زعل. يعني هيزعلوا لي الناس، بس خلي بالك الاهلي ممثل للكره المصريه. لا والكره الافريقيه. الكره الافريقيه. لا، ولا الكره الافريقيه ولا الكره المصريه. ليه؟ النادي الاهلي بيمثل النادي الاهلي. منتخب مصر هو الحاجه الوحيده اللي بتمثل مصر. النادي الاهلي لما ليه هو بيكسب الزمالك بيقولوا لما بيلعب في اي بطوله بيمثل مصر؟ لا ما هو بيقول لك ايه؟ الزمالك بطل مصر. بس مش ما هو والاهلي بطل مصر. ايوه، ما هو طبيعي يقول الزمالك بطل مصر والاهلي بطل مصر. ما هو مش الزمالك بيمثل والاهلي مصر. بتوع الهند. ايمن عبد العزيز مش مقتنع ان النادي الاهلي يمثل الكره المصريه. يعني يا راجل بلاش تقول انا مش هشجع الاهلي، بس ما تقولش ان الاهلي لا يمثل الا نفسه في بطوله زي دي، بطوله عالميه، والفريق اللي بيشارك في البطوله دي بيمثل البلد بتاعته. طب انت شايف النادي الاهلي بيمثل مين؟ بيمثل مصر في بطوله قويه جدا جدا، فاحنا الممثل الوحيد للدوله في بطوله افريقيه. فكان طبيعي ان احنا يتعمل لنا كده او بيأجل لنا مباراه واحنا بنلعب النهائي. دي مش مجامله، ده في الاخر انت فرقه بتمثل مصر، فانت لازم تحافظ على سمعه البلد اللي انت مسؤول عنها. نشوف الكابتن احمد حسام ميدو، والراجل دوت كان محترف ومفروض كعقليه فيها نضج عن الناس دي. نشوف رايه ايه. شجع الاهلي يمديه في المونديال؟ انا؟ بجد والله يا جدع انت ما تقولش كده والله العظيم. لا يمكن اشجع الاهلي في اي ماتش ابدا ابدا. ليه؟ طبعا اسم مصر، اسم افريقيا، يا جدع ده اسم العرب. ده الكلام ده ايام بقى الناس اللي هي المثاليه وكده. انا راجل غير مثالي. انا راجل مش هتشجع الاهلي في المونديال؟ لا يمكن طبعا اشجع الاهلي. ليه؟ انا راجل زملكاوي. ما بشجعش في مصر الا نادي الزمالك فقط. لا يمكن ابدا ابدا اشجع اي نادي تاني. هو السؤال طيب. خارج مصر مش في مصر. بقول لك ولو في المريخ لا اشجعش طيب الاهلي. خلاص. طب دي عقليه المشجع بتاع بتاع الكوره على فكره. هو نفس العقليه الزملكاويه. امال هو النادي الاهلي بيمثل ايه؟ مش هرد على الناس ديت خالص. اولي 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 بيراميدز بيراميدز اولي 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 بيراميدز بيراميدز. يوم اسود يوم اسود هشجع بيراميدز يعني. لا احنا شجعنا بيراميدز كتير بصراحه. انا ما تكذبش يعني. انا شجعنا بيراميدز كتير. شجعنا بيراميدز كتير. لا ماشي، انا بحب بيراميدز يعني. لا ما شجعناش بيراميدز كتير، لا في بتهزري. مواقف شجعنا بيراميدز كتير. ايه بقى المواقف دي؟ مواقف كان بيلعب الاهلي كتير. انا اتذكر كان في ماتش للزمالك وكان على قناه بين سبورت بيسالوا وائل جمعه انت هتشجع الزمالك؟ فالراجل هرب من السؤال وما ردش، لا قال انا هشجع الزمالك ولا قال انا مش هشجع الزمالك. وكان ساعتها الزمالك بيمثل مصر. طلع الكابتن خالد الغندور ومسكه سلخ وقال لك كابتن وائل جمعه بيقول لك انا مش هشجع الزمالك وده بيمثل نفسه، مع ان وائل جمعه ما قالش الكلام ده خالص ولا جاب سيره ان هو هيشجع ولا مش هيشجع. هو هرب من السؤال. بغض النظر انا ما بقولكش انت شجع النادي الاهلي لانه ممثل مصر، ما تقولش ان النادي الاهلي بيمثل نفسه وفي نفس الوقت ما تشجعوش. والنادي الاهلي مش مستنيك انت تشجعه. ممكن تهرب من السؤال، ممكن تقول انا ما بشجعش الا نادي الزمالك، ممكن ادعم النادي الاهلي لكن انا ما بشجعش الا نادي الزمالك، تبقى مبلوع. شوفوا الفيديو اللي جاي.